وتدرب على الاغتصاب وتروج للزنا بالمحارم، تعلم الرجال اللواط واغتصاب المحارم والبنات، وتزرع السم في قلوب الغافلين. يريدونك أن تكره زوجتك أيها الأهبل وتتهيأ للفاحشة، وتفضل ممثلة عاهرة على العفيفة الصادقة. يريدون أن تصرف أيامك بين الشهوة والندم، وإنها الإباحية والأفلام الخليعة. تخيلوا أمة يغزوها أعداؤها لا بالدبابات ولا بالصواريخ، ولكن بشاشة في جيب شاب تقتل إرادته وتفسد صلاته وتذله في خلواته فيسجد للشهوة دون أن يشعر. عباد الله، كذبوا عليكم بالأفلام الإباحية، فما وراء ذلك ليس بحقيقة. سلبوا رجولتكم يا أيها الحمقى بهذه الأفلام التي يتم النفقة عليها بملايين الدولارات، ثم يتاجرون بأرواح العارضات التي تصنع الفيلم الإباحي. هي ممثلة تجني من وراء ذلك الأموال، وصانع المحتوى تاجر وأنت تشاهد وتدفع لهم مقابل نشر الرذيلة. تعالوا لتعلموا ما وراء هذه الشاشات من القهر والظلم والمخدرات والضرب وغير ذلك، فليست تلك المشاهد بحقيقة، كلها كذب وتضليل للعقول. فاتقوا الله في بيع عقولكم للأفلام الإباحية، إنها مشاهد ترتب بإخراج وتفبرك بمونتاج وتركب بخداع الزوايا والإضاءات والمخادع البصرية، ثم تقدم للشبان كأنها مقياس الرجولة، وهي في الحقيقة مقياس البهيمية والسقوط. يصورون لكم الرجل بعضو خارق، وليس ذلك إلا عملية جراحية أو مؤثرا صوريا أو فلاتر أو تضخيمات كاذبة، حتى يظن الشاب أنه ناقص وأنه ضعيف وأنه لا يشبه الرجال، والله خلقه في أحسن تقويم. يريدونك أن تكره زوجتك أيها الأهبل وتتهيأ للفاحشة، وتفضل ممثلة عاهرة على العفيفة الصادقة. يريدون أن تصرف أيامك بين الشهوة والندم واللذة المزيفة والخزي الدائم، حتى تفقد إيمانك ويضعف صلاتك وتخور رجولتك فتسجد للشهوة وتبكي وحدك في الظلمات. لكم أن تتخيلوا عباد الله أي جريمة ترتكب في حق الفطرة والعقول، فالإباحية لم تعد مشاهد تعرض فحسب، بل هي أصبحت معاهد خبيثة تعلم الشهوة المريضة وتدرب على الاغتصاب وتروج للزنا بالمحارم، تعلم الرجال اللواط واغتصاب المحارم والبنات، وتزرع السم في قلوب الغافلين والناشئة والجهال. خلف هذه المشاهد طقوس موجوعة وكواليس قذرة ووجوه مكسورة وكره وبغض ومخدرات. يتاجرون بأجساد النساء وذل الرجال ويقيمون عليها صنعة دولية لهدم الأسر وتدمير الفطر. فلا تغتروا بما ترون، فإن وراء كل مشهد عار صفقة قذرة، ووراء كل لقطة فاحشة دولة تديرها وتوجهها وتضحك على جهال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله وارفعوا أبصاركم عن سقوط الشهوة، وافقهوا أن ما يقدم لكم هو زور وبهتان وصناعة خبيثة تستهدف دينكم وتدمر نفوسكم وتجعل الرجل يشك في نفسه، والزوج يكره زوجته، والشاب يعيش مع وهم ولا يرى الحقيقة إلا بعد فوات الأوان. يا من أسلمت عقلك للشهوة، ويا من سلمت عينيك للفجور، أين خوفك من الجبار؟ أين خشيتك من الرقيب العليم؟ أين حياؤك ممن لا تخفى عليه خافية في السماء ولا في الأرض؟ إنه لمن الفجيعة أن نرى عقولا عظيمة وقدرات ذكرية تتهاوى وتنهار خلف شاشات الإباحية في ذل وخفية في ذنب خلوات لا يعلمه إلا الرحيم الرقيب. يا عباد الله، والله
الله إن إدمان الإباحية لأشد من المخدرات، يدمر الدماغ ويضعف الإرادة ويفسد القلب ويطفئ نور الفطرة ويبعد عن رحمة الله في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا، هم الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فاتقوا الله عباد الله في ذنوب الخلوات، فإنها خزي في الدنيا وندامة في القبور وحسرة يوم الوقوف بين يدي الملك الجبار سبحانه.